أنا سيدة عندي 41 سنة، متجوزة وعندي ولدين، واحد 15 وواحد 10. احنا كنا 5 اخوات، 3 بنات وولدين. مشكلتي بدأت من حوالي شهرين. والدتي ست مسنة عندها 82 سنة، وأنا ترتيبي وسط اخواتي الصغيرة. ومن ساعة ما أمي تعبت وأنا اللي باخد بالي منها. أنا ساكنة بعيد عنها، بس بروح لها وأعمل اللي هي محتاجاه من قبل ما هي تطلبه. أنا بشتغل وشغلي أصلا جنب سكني، بس لما امي تعبت حاولت اعرض عليها انها تيجي تقعد عندي في البيت عشان اقدر اراعيها واخد بالي منها، وفي نفس الوقت ابقى مع جوزي وولادي. رفضت رفض نهائي. فبقيت اروح عندها واسيب بيتي واولادي وابات عندها باليومين. بعد كده جيت اتفقت مع اختي، قلت لها طب انت يومين وانا يومين. هي رحبت، ما اتكلمتش صراحه. بس انا مشكلتي لما بروح ابات عندها باليومين فاولادي ماما مش مستحملاهم خالص، ولا مستحمله ولاد اختي حتى لما بتروح عندها اليومين بتوعها. ومش عايزة في نفس الوقت تقعد عند حد فينا، وفي نفس الوقت ولادي وجوزي وبيتي محتاجين لي ولازم أرعاهم، لأن أنا كمان مشتركة لولادي في تدريب كورة 3 أيام في الأسبوع، ده غير المدارس. فلقيت جوزي بيقول لي مرة واحدة ما ينفعش يروحوا التمرين ولا المدارس لوحدهم، وراح حكم عليا إن أنا آخد ولادي معايا عند ماما. وطبعا أولادي زي أي أطفال، يعني هما مش كبار يعتبر، بس عايزين شوية شقاوة، شوية يمسكوا في بعض، شوية يتلهوا في حاجة. هي بقى مش مستحملاهم، وده حقها مع السن. بس انا مش عارفه اعمل ايه، وهي ما فيش عندها اي ترفيه، لازم بنفضل قاعدين اليومين بتوعنا. انا اخدم امي بعنيا، واللي هي عايزاه واقعد تحت رجليها كمان. انا بحبها، مش بخدمها بس عشان هي واجب عليا، لا ده حب. وهي كمان دلوقتي بقت قاعده الفراش، لا بتعرف تاكل نفسها ولا تقوم ولا تروح الحمام. مع العلم ان انا واختي بنتبادل، بس طب وباقي اخواتي؟ انا بصراحه عرضت عليهم ان احنا نتبادل في الاسبوع كله، او حتى من غير اسبوع كل واحد ياخد يومين. ما هو لازم يشتركوا معايا. انا مش وحشه، بس احنا محتاجين نوزع الخدمه علينا. فلما حتى جيت عرضت الموضوع ده على اختي الكبيره، قالتها لي كده صراحه وفي وشي، بقول لك ايه، انا صحتي على قد خدمه جوزي وولادي، شوفوا لكم حل بعيد عني. فاستغربت وزعلت. هو انا كده ابقى وحشه لما ابقى عايزه اوزع الخدمه مع ومع اخواتي؟ انا مش عايزه اقل من امي، لكن ما هو انا كمان في جوزي وولادي عليهم ليا حق. انا من الصعيد، متجوز في القاهره بقالي حوالي 9 سنين. والدي توفى كده من فتره بسيطه، فرحت جبت امي، قلت تقعد معايا اسبوع تغير جو ونفسيتها تهدى، لان انا وحيدها ومفيش حد هيقدر يواسيها قد وجودها معايا. المهم، اقسم بالله اللي بقوله لكم ده، تصحى الصبح تصلي الفجر وتدخل على المطبخ تنظف وتروق وتعمل لنا في كلنا الفطار، وعيالي بيحبوها بيعشقوها عشق. مش هحكي لكم قد ايه حنيتها وطيبتها. لكن المشكله بقى ان مراتي قالت لي هو انت مش قلت هي هتجيبها اسبوع وتروح؟ دلوقتي هيبقى لها 10 ايام. فبقول لك ايه، يا انا يا هي في البيت. واصلا لا حصل مشكله ولا كان في اي حاجه، وبرضه اشتريت خاطرها وقلت لها حاضر، بس كام يوم كده افضى وهاخدها بالعربيه اصفرها. لقيتها بتقولي وبترد عليا بنفس النص، يا سلام، ما تسفرها بالقطر ولا باي مصيبه وديها. رحت ردد عليها قلت لها طب بصي بقى، ده بيت ابنها ومش همشيها، ولو عايزه انت تمشي امشي. راحت واخده الولاد ولمت حاجتها وحاجه الولاد ومشيت، راحت على بيت ابوها. امي عرفت، قالت لي يا ابني انا مش جايه اخرب بيتك واخرب عليك حياتك، رجعني بلدي. وفعلا رحت مرجعها الصعيد، ورجعت عشان ارجع مراتي. رحت رايح لبيت حماية، لقيته شايط، ولقيته بيقول لي هو انت تفضل امك عن بنتي؟ قلت له طب ما دي امي، وهو موقف وحصل وخلاص، وكده كده امي مش بتحب تسيب البلد. قال لي لا، انا محدش يدخل بيت بنتي. قلت له نعم، بيت مين؟ ده بيتي انا وبيت اهلي وامي، وهتفضل مترحب بيها طول ما انا موجود، وهفضل فاتح لها الباب ده على طول، وابوس رجليها صبح وظهر وليل طول ما هي موجوده عندي، واشيلها فوق راسي. راح رادد عليا وقايل لي تشيلها بعيد عن بيت بنتي.
قلت له بنتك ملهاش بيوت، دي مش اخلاق ناس اصلا، عيب. ده اللي ملوش خير في امه ملوش خير في حد. ده انا صاين بنتك عشان امي اللي علمتني كده واللي مربياني على كده، ولولا ان انا صاين امي كان زماني دلوقتي مبهدل بنتك. ورحت منادي على مراتي، قايل لها هتروحي معايا ولا لا؟ قالت لي بقول لك ايه، انا وبابا اتفقنا هرجع بشروطي، امك ما تخطيش البيت تاني عندي. دي اكلت البنت فول وهي عارفه ان هي عندها انيميا البقوليات، وبتتكلم كده بلهجه صعيدي ولابسه لبس صعيدي. هو انا ناقصه؟ ايه ده؟ ايه اللي انت جايبهولي ده؟ رحت ردد عليها وقلت لها طب امي بلهجتها بلبسها بيكي وبابوكي وباهلك كلهم. ورحت رميت عليها يمين الطلاق وسبتها ومشيت. انا دلوقتي مش عارف انا غلطان ولا لا، انا حاسس بتأنيب ضمير او ان انا اتسرعت، او كان المفروض اهدي الموضوع، هي كده كده امي سافرت. بس انا اتضايقت لان هي جابت سيرة امي. طب اللي ملوش خير في امه ليه خير في مين؟ وفي نفس الوقت انا صعبان عليا بيتي يتخرب، وامي مش هيرضاها كده، ده هي روحت مخصوص لما لقيت ان البيت هيتخرب. انا حاسس ان أنا اتسرعت بس مش عارف ازاي ارجع وهدي الموضوع، لان انا برضو باقي على مراتي وبيتي، دي عشرة وبقالها سنين وانا بحبهم. فمش عارف ارجع الموضوع ازاي بصراحة. انا كنت مرتبطة بواحد 3 سنين، وقعدنا بعدها مخطوبين 4 سنين، وبعد ما استنيت كل ده معاه للأسف سيبنا بعض. طبعا كان نتيجة لمشاكل كتير قوي. اولا ان هو اصلا ما كانش بيعمل اي خطوة للجواز، رغم انه معاه ويقدر يفتح بيت كويس قوي. وده طبعا عمل مشاكل كبيرة ما بيننا، وعملنا لبعض بلوك وانتهى الموضوع على كده. بس انا اللي زعلني ان هو حتى ما حاولش يعاتبني او يرجع يكلمني ويتصل بيا. طب انا دلوقتي وصلني وصل 29 سنة، وكنت كل مرة بقول له ارجوك اسمعني ما تسيبنيش، احنا بقالنا مدة مع بعض. وبرضه هو رافض انه يرجع او حتى يسمع. وبصراحة هي العلاقة ما بيننا كان فيها تفاصيل كتير، فيها الكويس وفيها الوحش وفيها الحلو قوي كمان. بس هو راح ناسي كل ده ومش فاكر لي غير الوحش. وكمان ايه، سمع اهله كل الوحش عني وما لهمش ولا حاجة كويسة عني. فطبعا هم شالوا مني خالص وزودوه عليا وقوموه عليا. بعد كل ده ما حصل طبعا انا مريت بحالة نفسية وحشة جدا، ما اقدرش احكي لكم قد ايه. وحسيت قد ايه ان انا كاني ماليش اي لازمة وماليش وجود في الحياة وماليش خاطر عند اي حد. وبعدها بفترة بحوالي سنة اتعرفت على شخص، هو انسان كويس جدا وصادق ومحترم، بس مشكلته ان هو ملوش شغل ثابت. ودي النقطة مخوفاني جدا ومخليني قلقانة من المستقبل. فبقيت مش عارفة اتصرف معاه ازاي او اخد خطوة في علاقتنا دي ولا لا. وفي نفس الوقت انا مش قادرة اتخطى موضوع الاولاني معايا، وعامل لي كأنها عقدة في حياتي رغم الوقت ده كله. فبقيت انا دلوقتي مش عارفة ادي الشخص الجديد ده فرصة وادي لنفسي كمان فرصة معاه، ولا كده خلاص تعتبر حياتي وقفت ونصيبي انتهى وافضل على ذكرى الاولاني. محتارة.